وقبل ما نقول اي حاجة ونتكلم ونحكي في الحكاوي اللي مليانة الدنيا، تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دعمكم ليا شرف ليا. يلا نبدأ حاجة خالص، دنيا كل دقيقة بحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع امين. كل دقيقة فيها جديد، وكل دقيقة فيها مفاجأة، وكل دقيقة فيها قلة أدب. بقالنا يومين ثلاثة في خناقة كابتن مصطفى يونس. بص، أنا مش هقول مصطفى يونس قال إيه وعمل إيه وسوى إيه، لكن هقولها باختصار. مصطفى يونس اللي فيه ده ليه؟ تجاهل النادي الأهلي لمصطفى يونس هو اللي مخليه وصل للمرحلة دي. بس هل النادي الأهلي تجاهل مصطفى يونس من الباب للطاق ولا بسبب اللي هو بيعمله؟ اكيد بسبب اللي هو بيعمله. نخش على اللي بعدها احمد عبد القادر. وكل عارف، واحمد عبد القادر عارف، وكله عارف ان احمد عبد القادر يا اما للزمالك يا اما البيراميدز، وغالبا للزمالك. والنادي الاهلي فاتح له الباب وقال له هات عرض، خلي الزمالك يقدم بعرض واحنا موافقين. شوبير طلع على الكلمتين دول، قام عبد القادر قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بكرة هبان كل شيء. خش على اللي بعده خش على الكنابل بقى. حمدي فتحي يعود لمصر من جديد من جهة بيراميدز. حمدي فتحي اللي كان مع الأهلي في كأس العالم للأندية من أيام بيراميدز هيشتريه من الوقرة، وحمدي فتحي موافق. محدش فاهم حاجة ولا عارف أي حاجة. لكن جمهور النادي الأهلي في عز ما هو صدمة، زعلان مثلا أو مصدوم من اللي بيحصل، لكن عادي. اللي خسران في الموضوع ده والله لا الأهلي ولا بيراميدز، الزمالك. تقول لي الزمالك داخله إيه؟ الأهلي وبيراميدز بيقوم عناصر وسط الملعب والخط الأمامي بكل قوة، والزمالك لا حول له ولا قوة. خش على اللي بعده. وسام رايح وسام جاي، وسام في قطر وسام في الامارات وسام في امريكا، وسام ما راحش التدريب، وسام اتخصم منه 5%، وسام لو ما راحش تونس هنخصم منه 10% من قيمة عقده، وسام طلب وقت ومهلة لتحديد وزيادة العرض الامريكي للنادي الاهلي. الاهلي ادى الاوبشن مفيش مشاكل، ولكن كله ينزل في التروس دايرة وكله يخش جواها. وسام هينتظم في التدريبات، وقبل التدريبات هيعمل إشاعة رنين على الرجل الخلفية، وبعدها كله هيطير على تونس بحضور الكابتن محمود الخطيب. لازما يا كابتن محمود قرصة ودن وشدة على الكبير قبل الصغير. حتة ان كل لاعب لسه في عقده 2 أو 3 وبقى موسم حلو نمدد له 2 كمان ويرفع العقد الاضعاف مضاعفه. ما شفناش الكلام ده قبل كده. ما شفناش اداره النادي الاهلي بالبساطه دي، او فتح الباب على مزرعي لهذا الموضوع. وسام ابو علي قفل ايميله او قفل صفحته على الانستا بعد خروج وهروب ناس كتير او جمهور كتير من النادي الاهلي، وفي نفس الوقت بيخش عليه شتايم كتير. الجمهور النادي الاهلي ما بيقفش على حد يا وسام، او النادي الاهلي ما بيقفش على حد يا وسام. هتشترينا هنشتريك، هتحبنا هنشيلك فوق راسنا، هتبيعنا وتجري ورا الفلوس. الباب يساع 1000 للخروج. هو ده النادي الاهلي مكمل وطوالي. لكن وسام هيروح على فين؟ الحلم الكبير بالنسبه له الاحتراف في امريكا. هل العقد هيجي زي من العرض؟ الفريق الامريكي هيقدم العرض ان النادي الاهلي مستنيه 8.5 9 مليون دولار، والامتيازات تزيد مع نسبة اعادة البيع تزيد. بمناسبة اعادة البيع، الاهلي له 20% او 25% من اعادة البيع من الوقرة لبيراميدز. لم يتم الاعلان الرسمي بوجود حمدي فتحي في بيراميدز، ولكن مفيش نار من غير دخان. وسام على فين؟ وسام مطرح ما يروح
او في اي مكان. اما امام عاشور هيتمدد له عقده وهيزيد الراتب كمان. وبعدين يا خطيب، اما نيجي بقى لقلة الادب. محدش فتح بقه لتاني مرة. قلة ادب وتلميح وتلويح، اشارة الى النادي الاهلي في برومو المدير الفني ليه الزمالك، وبرومو لعيب اسمه احمد شريف من فاركو. مدير فني للزمالك ضرب السهم وقع العلم الاحمر، والنهارده بيشيل البالونه الحمراء ويرميها بعيد. محدش فتح بقه. يوم البالونه البيضاء صياح، وده قله ادب وده ملوح وصياح. يوم العربيه الاسعاف اللي ظهر فيها المجنون اللي لازم العربيه الاسعاف، صياح. النهارده خرس وصم وبكم. والنادي الاهلي لم يعبر، ولا احنا زعلانين ولا اي حاجه، احنا عادي خالص. هو والله ما زعلانين ولا في دماغنا، بس يا رب تستحمل اللي جاي. يا رب تستحمل ايه اللي جاي. ما نرجعش نسمع صراخ ونباح كل من هب ودب. اللي ما فتحش بقه ما نسمعلوش حس بعد كده. قلة الأدب تتزايد، وقلة الأدب شغالة. حرب محمد عمارة مع تهديده للكابتن أحمد شوبير، هل هتعدي على خير؟ هتعدي على خير. سوء تفاهم، ولما كله هيتكلم مع بعضه هينتهي وكل واحد يروح لبيته. ده باختصار كل الأخبار. ايه جديد؟ طبعا النادي الاهلي اعلن امس عن عودة محمد شريف المخيف، وصفقة شكري، وصفقة ياسين مرعي. سيبك من غناوي جمهور الزمالك لما بيقول لك الاهلي بقى نادي الزمالك. لما يقول لك كده الاهلي واخد نجوم الزمالك، الاهلي واخد نجوم الزمالك، قول له انتوا فضيتوا فاركو وفاضل تاخدوا فيه من فاركو كيس راني. انت بقى من رأيك مين هيكون او فين هتكون المنافسة؟ الاهلي وبيراميدز، ولا الاهلي والزمالك، ولا الزمالك وبيراميدز، ولا الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ كله هيبان. كلها ايام، وبدأت المعسكرات وبدأت التدريبات وبدأ الجد. ايام بتجري وهينقفل القيد وهترجع الأندية ويبدأ الدوري. لكن مش هنطول كتير، لأن في معسكر للمنتخب بعد تقريبا 4 مباريات، يعني 4 أسابيع. أنهي سكواد وأنهي فريق أكتر دعم صح، ده اللي هيبان وهتكشفه الأيام. تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أكون شاكر ليكم، دعمكم ليا شرف ليا. السلام عليكم.